شكرا لك زميلي بدر. متواصلين بالتغطية الميدانية، يقف بجانبي الكابتن سعد اليامي. نتفضل على اللوحة المخصصة لنادي هجر. شكلك أول مرة تشوف الإعلانات. والله أول مرة تمر علي. نبارك لك سعد، اليوم فوز بكل تأكيد مهم، تقريبا بعد 13 جولة يفوز فريق هجر. شو اللي احتجتوه عشان تفوزون اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. هاردك الجرام، مبروك هجر. يعني اليوم الفوز هذا يعتبر نقطة تحول إن شاء الله في الدوري. كنا بحاجة ل3 نقاط، الحمد لله حققناها. على الجانب الشخصي اليوم سعد، شفناك دائما ما تقود خط الوسط في الانطلاقة في الكرة المرتدة، ركزتوا على هذا الشيء وأبرز ما قال لكم المدرب أيضا. أول شيء مو حكاية كذا، بس الكابتن طارق يعني طلب مني الهجمات المرتدة يكون تبدأ من عندي من الجهة اليسار، لأن الظهير حق اليمين يكون طالع أكثر شيء متقدم، والحمد لله حققنا خط. الهدف كان جميل وكان مرسوم، طبعا الحين معروض على الهواء. الحمد لله، توفيق من الله. الأجمل في الهدف أنه جاء في الدقيقة 12، بداية الدقيقة 12، وتاريخ اليوم 12/12/2012. يعني لك هالشيء؟ أتوقع أنه هدف على مستوى العالم يمكن يكون. والله ما يعني للشيء، بس أهديه للوالد إن شاء الله. تستاهل والدك. جميل سعد، الجانب الشخصي أيضا أسألك قبل ما تروح، عارفين إنه برد بس تحملني شوية. أسألك على الجانب الشخصي، أنت دخلت فترة 6 شهور، فترة الانتقال الحر الآن، مصيرك إلى أين؟ ستبقى في هجر؟ سترحل عن هجر؟ هل في عروض أيضا لك؟ والله ما الحين العرض مو حكاية العرض، يعني عقدي الحين جاري مع هجر، ما أدري عن شيء. بس أنت دخلت فترة 6 شهور. إيه دخلت في 6 شهور وإن شاء الله خير. يعني لو في عروض أكيد راح تكون يعني موجودة عند مدير أعمالك. أكيد. في شيء ولا؟ والله ما أدري للحين. أتمنى لك توفيق، أنت لاعب مميز سعد. آمين إن شاء الله. كان هذا حديث الكابتن سعد اليامي متحدثا عن فريقه وعن الانتصار وعن هدفه ايضا الجميل الذي اتى في الدقيقه رقم 12، في بدايه الدقيقه رقم 12 وفي تاريخ مميز 12/12/2012. العوده ايضا لزميلنا المميز وليد بقياده هذا الاستوديو وايضا نجوم التحليل الرياضي. تفضل زميلي وليد. شكرا بدر عثمان وبدر رافع.